ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. عندما تموت أمك ستكتشف شيئين: الأول أنك لم تشبع منها مهما عاشت، والثاني أنك لم توفها حقها مهما بذلت لها. وعندما تضع أمك في القبر وتحثو عليها التراب فاعلم بأنك قد دفنت آخر امرأة كانت تحبك أكثر من حبها لنفسها، واعلم بأنك قد دفنت آخر امرأة كانت تعطيك دون مقابل وتكرمك دون من وتنتظرك دون أن تنتظر منك شيئا. اعلم بأنك قد دفنت الصوت الحنون والحب البريء، وأنك قد فقدت أطهر وأقدس حب موجود بين البشر. مهما سددت من الديون سيبقى دين الأم هو الدين الذي لا يمكن سداده، ومهما بذلت من معروف سيبقى معروف الأم هو المعروف الذي لا يمكن بذل مقابل له. لذلك من كانت أمه على قيد الحياة فليستغل حياتها بطاعتها. أتبكي الدار أم تبكي ذويها؟ يعاتبني ويسألني رفاقي على فقد الأحبة يا صحابي. أهل الدمع من فرط اشتياقي على أيامنا اللاتي قضينا، على ماضي المحبة والوفاق. تفرقنا وتبعدنا المنايا، وفي الأحلام يجمعنا التلاقي.